عايز تعرف ليه النادي الاهلي ملك الفساد في مصر؟ تعالى كده اسمع الفيديو ده. عشان انت اتحاد الكوره كمان على فكره كان اخر يوم في القيد. فتح تقريبا الساعه 5 الفجر مثلا. فتح القيد الساعة 5 الفجر؟ والله 5 الفجر. هو في قيد بيتفتح الساعة 5 الفجر؟ فتح. قدرة ربنا. قدرة ربنا. كان في لعيب جامد جدا ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري. تفتكروا ايمانويل؟ ايمانويل مونيكي؟ نادي الزمالك كان مكسر الدنيا. تمام. ما كانش ليه حل بقى، ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره خده وداه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي في نادي الزمالك، ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. والله العظيم يا ابو هيب لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى عكن على الاهلاويه كل واحد يجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. فجبنا له عروض ودينا وجبنا له عروض جم كلموه، بس احنا بعيد خالص انا بتفرج بس لغايه لما طلع بره. كنت ماضي في النادي الاهلي من فتره طويله. انت في الزمالك ازاي زعل جماهير الزمالك؟ ما انا بقول لك بقى انت مصمم فكنت ماضي وكنت مخلص كل حاجه وانا في الزمالك. كنت قاعد قدام البرنامج فقال له اينو يعني طبيعي اللي انت معايا على التليفون ما ينفعش لازم اسالك. فاينو يعني هل انت خلاص يعني الراجل مضى؟ قال له معتز اينو مين؟ رحت بص انا خفت، انا قلت ايه انت رجعت في كلامك يا كابتن عادل ولا ايه؟ فقال له لا احنا بنحترم نادي الزمالك والراجل في ناديه وما نعرفش اي حاجه. انا وانا قاعد اتهديت قلت هو انت رجعتوا في كلامك ولا ايه؟